الراجل اتفاجئ لما اكتشف ان الكوبري الجديد اللي لسه مبني فيه حجاره بتقع منه، وبخبرته الكبيره في المقاولات فهم على طول ان الكوبري ده معمول بارخص واردأ مواد وانه هيقع في نص ساعه بالكتير. جري يحذر الناس بسرعه انهم يمشوا، لكن الست صاحبه الشركه اللي بنت الكوبري ما صدقتوش خالص وقعدت تسخر منه وتتهمه انه بيخوف الناس على الفاضي. في اللحظه دي الراجل ندم شديد انه اتجوزها اصلا. ايوه، هي مش بس مديرته، دي مراته كمان، وعلاقتهم وحشه جدا، وكل ده بسبب موضوع الكوبري. الراجل كان كبير المهندسين في شركتها وانقذها اكتر من مره من ازمات وساعد الشركه تكبر وتنجح. هو شاف المشاكل اللي في المشروع ونصحها ما تدخلش المناقصه، لكن جشعها وكبريائها خلاها تصمم. كانت شايفه لو خلصوا الكوبري الشركه هتكبر وهتدخل البورصه. قعدوا يتخانقوا شهر كامل وفي الاخر هي ما غيرتش رايها، بل فكرت كمان انها تطرده. الراجل مضى ورقه الاستقاله وهو متغاظ ومشي. رجع مكتبه عشان يلم حاجته، لقى الشركه كلها فرحانه. طلع ان مراته مديره الشركه كانت جهزت مهندس بداله اسمه سميث. الراجل ما قدرش يستحمل المنظر ده وخد حاجته وناوي يمشي، لكن سميث وقفه وقال له بتكبر انه ممكن يخليه يفضل في الشركه بس كعامل نظافه. والمديره مدحت سميث وقالت ده جدع. الراجل استصغرهم جدا وقال لهم يبعدوا من طريقه وساب الشركه وهو مش فارق معاه. في الوقت ده الست المليارديره ماري سمعت بخبر طرده. كانت معجبه بموهبته من زمان وعرضت عليه يشتغل معاها اكتر من مره، لكنه كان بيرفض. المره دي جت له بنفسها وجايبه 10 ملايين دولار، ودي كانت المره الثالثه 10 اللي بتعرض عليه فيها. الراجل وافق من غير تردد.